بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. برایانی عزیز و خۆشەویستم، دەرسی دووهەممان لە بابەتی فقه لاپەڕەی 19 الآنية. طبعا بروغرامي ذات قۆناغی یەکەم. مامۆستا سۆران بفەرمە. الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره. آنية بريتية لو قاپانەی کە ئاو غيري ئاوی تیا ئەپارێزرێ، يعني قاپ و قاچاق و ئەوانە. فائدة إثرائية. سودێکی دەوڵەمەندکەر. يجوز استعمال الأواني الثمينة غير الذهب والفضة كالياقوت والألماس لعدم ورود ما يمنع. ئەڵێ دروستە قاپ و قاچاقی بەنرخ بەکاربێنی جگە لە ئاڵتون و زیو، ئیتر هەر جۆرێکی تر بێ وەکو یاقوت و ئەڵماس و ئەوانە، چونکە هیچ بەڵگەیەکمان لەسەری نییە، یعنی ئەگەر لە هەر شتێکی تر چەندێک ئەو کانزایە بە نرخ بێ هەر دروستە. ئەمما ئەگەر چی یعنی وەکو کەراهات ئێمە باسی حرامەکەن، ئەگەر چی حیفە ئینسان ئیسراف بکە حتا لە هەر شتێکی ژیانە حەق نییە ئینسان ئیسراف بکە، یعنی زیادە ڕەوی بکە. بەڵێ أما آنية الذهب والفضة بەڵام ئانیەی یعنی قاپ و قاچاقی ئاڵتون و زیو فيحرم استعمالها في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. حرامە بەکاری بێنی بۆ خواردن و خواردنەوە و هەروەها بۆ پاکردنەوە، یعنی ئیتر بیکەی لە جێی مەسینە یان مەکو لە جێی مەغسەلە یان هەر شتێک لەوانە، و هەر جۆرێک بەکارهێنانی تریش هەر حرامە. لما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما رواه أولا ليا لبرم حديثك إمام بخاري وإمام مسلم أجريته ولا حذيفة كرية معنا وكوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموي قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. فرموي لا قاپ و قاچاقی ئاڵتون و زیوە هیچ مەخۆنەوە، ولا تأكلوا في صحافها، و لە قاپەکانیشیا هیچ مەخۆن، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. چونکە ئەمە بۆ کافرەکانە لە دنیا و بۆ ئێمە إن شاء الله لە بەهشتا. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دایکی ئیمانداران أم سلمة أفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموي: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. طبعا ما كوتمان أم سلمة دایکی ئیماندارانە، چونکە خێزانەکانی رسول الله صلى الله عليه وسلم هاوسەرەکانی پێغەمبەری خوا هەموویان خوای تعالی ئەفەرمێ دایکتانن، يعني حسابي دايك مانين بوكرا ولا قرآني بيروزا. أفرمي بيغمري خوا فرموي صلى الله عليه وسلم: أو كسيك لا قاپ و قاچاقی زيوا بخواتوا، يعني الشد بخواتوا، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أفرمي بالراسي وك أوايا يعني آقري جهنم بناوي سكي خويا بينتو بباه، يعني يجرجر يعني رايك يا شيء وكو شون بلي يعني وكو شون يسكا وكان اخويته يعني بناو سكتاديتو الراء ويجرجر، يعني لجاتي اوي يعني او وكو هو اقري جهنم، يعني وابيت معي اقري جهنم، يعني حرامه بكرديكي حرامه. فهذه الأحاديث صريحة في تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة كالملاعق والسكاكين والصحون والكاسات ونحوها. بەڵێ ئەم ئەحادیثانە زۆر صریحن، زۆر بەڕاشکاوانە. چی حرام کردووە؟ خواردن و خواردنەوە لە قاپ و قاچاقی زی و ئاڵتون و زیوە، ئیتر بیکەی بە کەوچک، مەلاعق يعني کەوچک، سەکاکین يعني چەقۆ، صحون يعني قاب، كاسات يعني پەرداخ، و هەروەها هەر شتێکی تر. والرجال والنساء في هذا الحكم سواء. پیا و ئافرەت هەردووگیان یەکسانن، يعني لەمەیە بۆ بەکارهێنانی ئاڵتون و زیو کە حرامە، بۆ پیاویش حرامە، بۆ ئافرەتش حرامە. بەڵێ ئێمە باسی خشل و ئەمانە ناکەین. خشل ئاڵتون بۆ ئافرەت حەڵاڵە، بۆ پیاو حرامە، بەڵام زیو بۆ هەردووگیان حەڵاڵە. ئێمە باسی بە خشل ناکەین، وەکو بازنە و وەکو ملوانکە و گوارە و ئەو شتانە باس ئەوە ناکەین. ويلحق بها سائر وجوه الاستعمال الأخرى من باب أولى. ئیتر هەموو بەکارهێنانێکی تر جگە لەوەی بەکاری دێنی بۆ قەی خۆت و ئەوانە، جگە لەوە بۆ هەموو استعمالێکی تر حرامە بەکاری بێنی. حكم استعمال الإناء المضبب أي فيه لحام بذهب أو فضة. بەڵێ بەکارهێنانی قاپێک یان پەرداخێک مضبب بێ، ئایا بەکاری بێنی چۆنە؟ مضبب يعني چی؟ ئەوەیە کە پی نەکرابێت، يعني مثلا پەرداخەکە پی نەکرابێ بە ئاڵتون یان بە زیو، یان داپۆشرابێ بە ئاڵتون و زیو ئەوانە. إن كان اللحام
لكن راب شبه بەڵێ لەکێن رابیان لە حیب کرابی خۆی لێرە مەبەستەکە ضروراتە يعني ئەگەر ضرور بێت ئەگەر ضرور نەبێ ئەوش نابێ يعني بۆ ضرورە مثلا لە شوێنێک شکا بێت تۆ پینەیەکەی پێی یا زنجیرێک بۆ نمونە زنجیرەکە بڕاوە بچڕاوە مثلا تۆ زنجیرێکی هین نەبووە دەست نەکەوتۆ زنجیرێکی زیوی بۆ بەکاردێنی دروستاوە. إن كان اللحام من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص. ئاڵتون بەکاملی حرامە. ويجوز استعمال الإناء الملحوم بالفضة إن كان اللحام يسيرا للحاجة. بەڵام ئەگەر زیو بێ زیو دروستە بۆ حاڵەتێکی پێویست ئەگەر ئەوەندەی کەمیش بێت طبعا. لحديث أنس رضي الله عنه لەبەر حەدیثەکەی ئەنەسی کوڕی مالک خوای لێ ڕازی بێ أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر پەرداخەکەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم شکابوو فاتخذ مكان الشعب الكسر يعني سلسلة من فضة. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم پینەی کرد يعني ئەو کاتە بزان بە چۆن پینەکراوە بە زیو پینەی کردووە. هل تصح طهارة من ماء فيه إناء ذهب أو فضة؟ ئایا دروستە طهارەتکردن يعني مەبەستی تاراتگرتن بە مەسینەیەک یان بە قاپێک بە شتێک لە ئاڵتون و زیو دروست کرابێ؟ تصح على الراجح من أقوال أهل العلم لعدم العلاقة بين الطهارة وبين تحريم الإناء، فالإناء ليس شرطا للوضوء حتى تتوقف صحة الوضوء على استعماله. خوي أصلا حرامة كارك بس دەستنوێژەکە دروستە ئەگەر کەسێک کردیبەوە ئەڵێ دەستنوێژەکەی دروستە بەڵام کارەکەت حرامە نابێ بتکردایە. بەڵێ آنية الكفار وهي قسمان. قاب و قاچاقی کافر دوو جۆرە. آنية الكفار الذين لا يعرف عنه مباشرة الأشياء النجسة في أطعمتهم فجميع آنيتهم مباحة. أو قاب و قاچاقی کافرانەی کە يعني قاب و قاچاقی کافر کە ئێمە نازانین يعني هیچ معلوماتێکمان نییە بەکاریان هێنابێ بۆ شتی پیس شتی پیسیان تیا کرد بێ وەکو گۆشتی بەرازیان تیا نابێتە سەر یان عرەقیان تیا خوارد بێ ئەگەر ئێمە ئەو شتانەمان نەبینی بێ و یان گومانێکمان بڵێن لەوانەیە نەیان کرد لەوانەیە کردبیان ئەوە احتیاجی حەڵاڵە و دروستە. لحديث جابر رضي الله عنه قال لەبەر حەدیثەکەی جابر خوای لێ ڕازی بێکەوە ئەفەرمووی كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم لەگەڵ پێغەمبەری خوای ئەچوون بۆ غەزا فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم لا آنية يعني قاب و قاچاقی مشرکینمان بەردەسەکەوت هەروەها ئەو مەشکە و کونانەی کە ئاویان تیا خوارد يعني فنستمتع بها ئێمەش ئیسفادەمان لێ کرد فلا يعيب ذلك علينا يعني پێغەمبەری خوش نەیەوت بەکاری مێنن خوا ئەو کونە و مەشکە و ئەو شتانە هیزە و کونە و مەشکە ئەمانە خۆ ناشۆرێت بە ئاسانی بەڵام پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم هیچی ناوت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهودية والرسول الله خوي أتشو لماري جولك آفرتك يجولك دعوت بوا ناني خواردو. الثاني آنية الكفار الذين يعرف عنه مباشرة الأشياء النجسة في أوانيه. أو قابو خاجغي كافركان بكاري دينا مباشرة تو أزاني أو التأكيد أو قوشتي برازيتي لناوة وهروها بكاري هنا أبو عرق وأوشتانا. كمن يعرف عنهم أكل لحم الخنزير وشرب الخمور فيها فالأولى التنزه عنها. أما يعني لسطاصد أزاني بكاري هنا أبو أوا باشتروا إنسان خويلي بباريزي إلا إذا لم يجد غيرها فيغسلها ويستخدمها. إلا مجر لحالتك أشتي غيري أو دسنكود أو لو كاتانا بجواني أي شوريت وبكاري دينيت. لحديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبر حديثك أبو ثعلبة طبعا إما بو نابي أصحابه يعني نابي 10 كان يعني نابي خويان أجر هلاج بكن كيشنية شنك أبو شتيكنية والناوة يعني ناوة يعني سيما 10 كابون خوشني يا مثلا بون من أبو ثعلبة يعني أم ناوة نجاري وهي غلطي تياكي جاري وهي غلطي أبو هيج كشيك دروس ناكات لا لبواري خويا وكو أونيته لفعلك يا لاسمك غلط بكي لبواري حديثك بله فرميتي أبو ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا غمري خوا فرموي صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. فرموي أجر شتيكي ترتان دسكوت ليني أوانا مخونا وانيك بو عرق وقوشتي برازو مانا بكارين راوا. إن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. أجر جدست عنك وتشتيت النبو أو بيشورنو أتوانين بكاري بين بخواردن وخواردنوا أو بابي أن يشكو تايبي هات يسأتين سر بابي كتير كبيه وتر بابي الوضوء بلان بيش وضوءك بابتك هي قضاء الحاجات شون دز بقى وجاندن وآدابكاني أمره إن شاء الله هر أواخرين أقربوا من بكرة وتواوي بكين إن شاء الله تعالى. بله.
قضاء الحاجة وآدابها. جێبەجێ کردنی پێویستی ئینسان یعنی مەسی تەوالیەتکردنە و ئادابەکانی. الاستنجاء هو إزالة أثر الخارج من القبل أو الدبر بالماء. استنجاء چییە؟ استنجاء ئەمە پێناسەیە زۆر گرنگە. استنجاء ئەوەیە کە ئینسان ئەوەی لە پاش و پێشەوە دەرەچێ بیشۆری بە ئاو، ئەوە پێوتری استنجاء، بە ئاو بیشۆری پێوتری استنجاء. والاستجمار إزالة أثر الخارج من القبل أو الدبر بحجارة ونحوها من ورق أو قماش أو مناديل. بەڵێ استجمار چییە؟ ئەمە فەرقی بینی استنجاء و استجمارە. ئەمە لە ئیمتحانە گرنگە. استنجاء ئەوەیە بە ئاو پاکیکەیتەوە، یعنی خۆت بە ئاو پاکەیتەوە. استجمار ئەوەیە بە ئاو دەست نەکەوت، مەسەڵەن یا هەر خۆت لەبەر نەخۆشی لەبەر حاڵەتێک ئاو بەکار نایەنی، کلنس یان بەرد یان قماشێک بەکاردێنی خۆتی بێ پاکەیتەوە، پێوترێ استجمار، پێوترێ استنجاء. بەس ئەوە یەکەم پێوترێ کە بە ئاوەکەی پێوترێ استنجاء. ويسن أن يكون الاستجمار وترا لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. وسنەتیشە دەست بە ئاوگەیاندن بە ویتر بکرێ، یعنی ئەگەر بە بەردووەمانە بوو باش واتانی مەسەلەن سێ بێ، لە سێ کەمتر نەبێت طبعا، سێ بێ پێنج بێ ئاوا. پێغەمبەری خوا فەرموویەتی صلی الله علیه وسلم هەر کەسێ استجماری کرد یعنی بە بەردووەمانە خۆی پاک کردەوە با سێ بێ، یا با ویتر بێ، ویتر بێ یعنی تاک بێ. بەڵێ يجب أن تعذر الماء بعد كل خارج من السبيلين، ويجب يعني واجبة قضاء حاجة. أجر أو دست نكوت لدواي همو تارات قرتنيا يعني واجبة بغير أو يعني بوش تانا بيكي. أجر أو نبو تعذري أو كذا استجمار عليه أو كذا واجبة به. خوي استجمار واستنجار كان يعني هر درسته، بلام أجر أو نبو استجمارك واجبه. قلنا بيجي أو نيقوم باك ناكمه. أو يا أجر أو استجمار استجار هنا دوباره كرو بيله نكا. يجب أن تعذر الماء إن تعذر الماء إن تعذر الماء بعد كل خارج من السبيلين. أو نبو يلا استجمار كان. بله واجبه. يساوي شيء ما تواني. أجر أو بو أو أتواني أما شان بكار بيري أو شان بكار بيري. بلام أجر أو نبو واجبة أو يعني هر بكار بيري. تيجي معلوم. يعني أو كاته واجبة به. يعني نية بيجي خون باك ناكمه. يعني إلا أبي بشتي خود باكيتوا أجر أو نبو. خوي طبعا برأينا هندي جار هي يعني ما الصحي تريشة. خوي لاني مسائل الصحي. لأن أجر إنسان بتواني خوي بقى أو كباكاته دواي أو خوي بقى أو باكر دوا. ئەگەر کلینز بەکار بێنێت و تەڕێکەی پاک وشکاتەوە ئەمە زۆر سەحیترە، زۆر سەحیترە وا باشترە ئەگەر بتوانی، چونکە ئەمە ئەتپارێزێ لە مایەسیری و لە دەیەها نەخۆشی. آداب قضاء الحاجة. ئادابەکانی دەست بە ئاوگەیاندن. أن يقول عند إرادة دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. سنەتە کاتێک ئەچیت دەسەگەیانی بە ئاو کە پێشەوەی بچیتە ژوورەوە بڵێ بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والله بسم الله بناوي خوا بنات في أجرم لا نيريني جنا كانوا مينا كان يعني خبث يعني نيرينا كان يعني خبائث يعني جنا إنا كان مينا كان. بالله لحديث ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. لحديثي أو طبعا هني نية لبر نابجي لحديث يعني لبر حديثك لبر أو حديثة معناها كوايا أجد تنويني بوداني لحديث يعني لبر حديثك والله ما أجد تنويني بوداني أيوة لبر حديثي أم حديثة كالله الستري نيواني شاوي جنكانو عورات بني آدم أجر يكي كان شونا خلاء أو شونا سرعو أو يتشيب قبل بسم الله أو السترة. بله. كما أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أو حديثش معناه كأن الناس يجرتك في غمر خاص صلى الله عليه وسلم قال بشوية تسرعوا أي فرموا خويا بنات في أجرم لا نيريني جنا كانوا مينا كان يعني. ثانيا أن يقول عند الخروج من الخلاء غفرانك. هروها دوهم طبعا لآداب كان سنته كدرجة اللي سرعوا بلا غفرانك. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. لبر حديثك عائشة خويل الرازي بيدايك إيمان داران أفرمي أجر في غمري قادر بتشوي لسر أو أي فرمو غفرانك. وعن أبي علي الأزدي أن أبا ذر
كان يقول إذا خرج من الخلاء: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أبي علي أزدي أفرمي أبو ذر أقل ذر بشوية لا خلاء لا سرعة وقال ذر بشوية أبو ذر صحابي رضي الله عنه أي فرموا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يعني سواز دو أخوائي كوا آزاركاني للاشم دركرت و لا نخوشي ولا خرابة باراستمي. طبعا حديثة وكو حديثي بيغمر نية بلام وكو مرفوع ضعيفة، وكو مرفوع ضعيفة، بس وكو موقوف أما وقف لسر أبو ذر وسندكي تاقات أبو ذر سندكي باشا لبروي ابن حجر حسن إسناده الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار. بله. ثالثا في آداب قضاء الحاجة تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. أماش سنة سيم دانك أويا كإنسان شو سرعو باش وايا ببي تشب تشيل سرعو أقل دري شو ببي الراس جريا على قاعدة الشرع في تقديم اليمنى في باب التكريم واليسرى في عكسه. الله ما قاعدة كي شرعي معناها ببي قاعدة شرعية كلا حديث ورجلاوة بوش تباك كان ببي الراس أشي تجوره بس بوش تبيس كان ببي تشب أشي تجوره إسا أما أودز أشي بوشونه كي بيس يعني ببي تشب أشي بلام كلا أودز درتشي بو دروا باكتر لا أودزك بويا ببي الراس درتشي تدرو. رابعا استعمال اليد اليسرى عند التبول وعند التنظف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه. بله الله دس شب كارهنان لكاتي خوباك كردنوايا لكاتي ميس كردنا إنسان أقل يعني تشوى سرعو باشوايا بو باك كردنوا بو ذكر قرتني خوشي هر دسي شبي بكار بينه شو بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم أقل كسيكتان ميستان كرد أو بعدسي يعني دسي راسي ند على ذكري يعني أجر نخوش نبو أجر نشكابو حالات يك نبو أجر نبرابو يعني أجر دسي شب نبو دسي راسي نالا شارية أبي بكاري بيني قلنا بيخد باك نكيتوا بلام أجر هبو حتى بو تكرير دسي راس نابي بكار بيني. وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه هروها أجر شو سرعو إنسان بدسي راسي خوي باك نكاتوا يعني بو ميسكردن ذكري خود بدسي راس ناقري وبو خو باكرنويش هبه دسي الراس بكارنا دسي الراس بوشتي باكا دسي بيس بوشتكاني ترى. بله. الواجب على من أراد قضاء الحاجة أن يستر عورته عن أعين الناس بحيث لا يراها أحد لقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك. أما الشيء هالخصوصا ناو شوارع موا بس خول الراسي أيتواني بك خالي كتر الله واجبك إنسان شو سر أو لشوني كسر أو بك خلنا يبينه يترش هالشوني يعني دشتي كي تشول بعد توجد شالك به بروبش ديواري مثلا يتر أوي حتى أبو تكري ستر بك حتى أبو تكري لبرا حديثي بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم فرمي حفظ عورتي خود بك وأحاديث تريش منزورة كبيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم لكاتي دز بأو جاندن أو ندور كوتوتو تاع النبي راوة. بله. خامسا البول جالسا بينجم ميسكردن بدانشنوا سنته يعني زياتر إنسان بدانشنوا شو كزياتر حفظ أبوي إنسان برشنا دار جاني بو جاني بيس نبي حتى أبو تكريبها دانشنوا. بله. المستحب للإنسان أن يتبول قاعدة لأنه المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. السنة يعني باش وايا إنسان بدانشنوا ميز بكا ميز كردن هبس ميز كردنش بدانشنوا بكا شو كزياتر في غمر أواي كردوا صلى الله عليه وسلم. ولأنه أستر وأحفظ له من أن يصيبه شيء من رشاش بوله. أصل وايا يعني إنسان أجر بدانشنوا بيه زياتر سترثله وأنا كم تر دياره وأمجا زياتريش خوي أباريزي لوي كبرشي ميزاكي بقررتو بدالك يعني وبدايبتي لكاتي بايا أجر بايا قبل لواني الرك بدالك يعني خوي بيسكا. إن بال قائما فلا بأس إن أمن من التلوث وكشف العورة. أجر هندي جاريش إنسان ببيشو ميزي كرت بتايبتي أجر بالشكل نقريتو بود بتايبت للشوني لكا ها بون منا أجر ديوارك هبي ديوارك شتك تو أجر ميزت كرت ميزاكت برات أخواره ونقريتو بوخد بالشكل ندال أخود بلام نام أو دساني خومانا كحر تايبت بود دانشتن كراوة بالراسي دانش ميز كردن ببيو حقيقة برش جان أجريتو بجاني خود وهنديك أو دسية من لمصر أوان بيني وهتا للجامعي أزهر ألو إنا تايبتيانا دانا بو ميز كردن ببيو لهندي شونا لواني هبي بلا من باسي بويا الباسي مصر بكرت شو كلا جامعي أزهر يعني لمزقوته بويا أليم يعني شو كلا مزقوته كان يخو ماني سنية بلا أولا مزقوته أو هي أقل ببيو ميزكي هبو شونا هبو
بۆ ئەوەی بە پێوە میزکەی. بەڵێ ما يحرم فعله حدیثێکمانەیە حدیثی حذەیفە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم جارێک وا بە پێوە میزی کردووە. بەڵێ ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. چی حرامە لەسەر ئەو کەسەی کە بێت توالێت بکات؟ چی حرامە؟ يحرم البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت الشجرة مثمرة أو موارد المياه وفي كل مكان يتأذى الناس فيه من ذلك. حرامە میزکردن هەروەها پیسیکردن لە ڕێگاوبانی خەڵک، لە سێبەری خەڵک، لە خۆرەتاوی خەڵک، لە حەدیقەی عامە، یعنی شوێنێکە کە خەڵک بۆ حەدیقە و پارک بەکاریان، یا لە ژێر دارێکە دارەکە بەردار بێ، یان لە شوێنی ئاو دەرکردن و ئاوهێنانی خەڵک لەسەر کانیەکە یان لەسەرینێ، هەڕێک لەسەر کانیەکە بیکەی، شتی وا زۆر خراپە. و هەر شوێنێک کە ئەزیەتی خەڵک بدا و ئازاری خەڵک بدا کە خەڵک هەیە دەمی پیسە لعنەتی شت لێکە. پێغەمبەری خوا فەرمی خۆتان پارێزن لەو شتانەی کە بێتە مایەی لعنەتی خەڵکی، يعني أما أو شونانيك أتباريزية لوي خلق جوينك بينا دا يا لعنة بونا نيري. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. والله أو حديث أبو هريرة فرمي في غمري فرمي خوتان بباريزن لو دوشتك أبيت معي لعنات لحديث كترا فرمي الملاعن الثلاث يعني السيان وتيان كامية أي في غمري أوشتانا فرمي أويك للرقاباني خلقية ميزبكا يعني يان بيسيبكا يان للسيبر يعني طبعا خورتها بشكلته السيبر قريته حديقه عامه قريته شلون زور شلون قريته اما چونك خلق دعاي جوينه في داول لعنات اللي هيك. بالله حكم استقبال او استدبار الكعبه حال قضاء الحاجه. فشكرنا قبله يا رو كرنا قبله لكاتي دزبا او عندنا حكمه كتشيه. لا يجوز استقبال القبله ولا استدبارها حال قضاء الحاجه في الصحراء بلا حائل. بهيت شويك لشوينك كاجر صحراء بيو بردمت شغل بي روبرو قبله نابيت انسان دزبا او جينيت. لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. أبو أيوب أفرمي في غمري فرمي صلى الله عليه وسلم أجر شون دستان بأو جيانت أفرمي رو لقبلة ما كان بشتشي ليه ما كان وبلام بلاي خور أو رش أو أمانة أتوانيت يعني. أما إن كان في طبعا ما باسي مكة يا باسي مدينة بلام هندي شون هي الرق قبلة كرو على خور أوا سكابرا لأستراليا والركات قبلة الركات خور أوا هروها كابرا أجر لإيطاليا والركات روج هلات الركات قبلة يعني مهم يرون كي تقبلة وبشتي شيتينا كي بأملا أولا كان درسته بأملا أولا كان درسته كوابو أبي أجامان ليبه نابيت بوشي وازه بله. أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك. لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجتي مستقبل الشام مستدبر القبلة. أفرمي أما أجر بنيان بوي لنا أو دسابوي يعني بنايك بو ديوارك لبردمتايا ولا بيني تو قبلة اشتكى به حتى ولو اشتكى حشتريكش به لبردمتا به أو دروسته اعتيادية لو حالته لبرو حديثي ابن عمر خويل الرازي أفرمي شو بال خانوكي مالي حفصي خشكم حفصة خزاني بيغمر بو الله شو منال طبعا شتو بعنا وسيرم لا ولاك الله سيرم كل بيغمر إخوة دستي بأو أجانت ها بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم دستي بأو أجان روي كردوا قبلة يعني شام روي كردوا شام بشتي كردوا قبلة روي كردوا شام بشتي كردوا قبلة يعني معناه ليلة ابن عمر والي كذاته كاليت بشكرنا قبلة اعتيادية روي كردنا قبلة اعتيادية قال لنا بنيانا به حتى خوش إلى أفرمي روجي كان ابن عمر حديث مروان الأصغر قال: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه فقلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. الله مرواني أصغر إجرته أفرمي روجي كان ابن عمر حشتركي خس بردم خوي وربرو قبلة هيني كرد دستي بقى وجان بوتم أي عبد الرحمن ابن عمر بيانو أبو عبد الرحمن وتما ما في غمرنا هنا كدور بكنا قبلة فرمي بليا ولا كاتك أجر لا ده شيء شو لعبه والله ما قدرت تكره بردم تابع اعتيادية لبيني تو قبلة أشتك به اعتيادية ما دام اشتك بس تريه لبيني تو هنا والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان وأن يراعى في بنيان المسلمين هذا الأمر. بليا الله باشتر واي حتى لبنيان شابه إنسان رونك قبلة وبشتينك باشتر واي وأبيد مسلمان أجان لأخوان بيلكاتك أو دز دروسكن هودن رولا قبلة وبش قبلة النبي
يعني سیفۆنەکەی بەو شێوە دروست نەکەن چونکە حتى ئەبوو ئەیوب کە حەدیسەکەی یەکەمە گێڕێتەوە ئەفەرمێ ئێمە چووینە شام لە شام لە وڵاتی شام بینیمە ئاودەسەکان ڕوبەرەوە قیبلەیە ئەفەرمێ خۆمان لارە کردەوە من ئەوەم ئەگەر هەڵە نەبم ئەمە قسەی خۆمەوە طبعا ئەڵێم باشتر وایە لە هەموو کاتێکە و لە هەموو شوێنەکە ڕوو لە قیبلە نەکەیت و پشتی لێ نەکەی بۆچی ئەگەر بڵێن حەدیسەکەی ابن عمر ئەڵێم حەدیسەکەی ابن عمر من والێت یەگەم ابن عمر ئەمە قسەی پێغەمبەر نییە صلی الله عليه وسلم ئەمە پێغەمبەر خۆی نەیوتووە خۆی ئەمری کردوتی پشتی تێمەکەن ڕووی تێمەکەن ئەی چۆن ابن عمر من ئەڵێم ابن عمر مناڵ بووە چۆتە بان خان و ئاوای کرد ئەو چوزانێ قیبلە لێ کوێین یعنی شتەکان ناوازەح نییە لە ئەو وانی ئێمە زەلامێ زلێم چنە بان خان سەرمان لێ تێکەچی يعني شتەکانمان لێ تێکەچێ احتیمالێ هەر هەڵەی کردەبێ تێگەی احتیمالێکی تریش هەیە ئێمە قاعدەیەکی فقهیمان هەیە ئەگەر ئەڵێن ئەگەر پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم قسەیەکی کرد و فعلێکی کرد قسەکەی وەرەگیرێ چونکە فعلەکە احتیمالە تایبەت بێ بۆ ئەو احتیمالە تایبەت بە ئەو بێ بۆیە باشتر وایە ئینسان لە هەموو کاتێکە ڕوو لە قیبلە نەکا پشتی لێ نەکا چونکە ابن عمر براینە مناڵێک لە تەمەنی 12 ساڵ و 13 ساڵ يعني لەوانەیە پێغەمبەر تۆزی ئاوا وەرچەرخابی ئەو هەر نەزانێ شتەکە 100% نییە بۆیە ئێمە قەولەکەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەولاترە تاوەکو ئەو فعلەی کە تۆ نازانی چۆن بووە نازانی مەوزوعەکە چۆن بووە نمونەی سۆم بوو پێغەمبەری خوا درێژتر کردوێتی بەس لە قەولە نەهی کردووە بس خۆی ویصالی کردووە زۆرمان هەیە مەسائلی خصوصیاتی پێغەمبەر زۆرمان حتا کتێب هەیە تایبەتی ئەوە يعني كتاب هي تايبت باسي خصائصي في غمرك صلى الله عليه وسلم قولي وفعلي تقريري يعني قولي غير بيشمويتي قولك بيشمويتي جاء علماء وتوانا قال قول جاتي فعلي كرت تو قول ولا قري إما قصكي ابن عمر هيش صحابيتنا يوتها أجا يصير صحابيتي اللي يجبوها شتان بوتايا تا حد أبوبا توزي أبوبا بلقة مثلا ما دام مثلا ابن عمر خويتي توزك أبي وريابين ما يكره فعله عند قضاء الحاجة أويك مكروه لكاتي تواليت كردنا أولا يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل لئلا يرتد البول إليه أويك مكروه لكاتي تواليت كردنا بكري ألا يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح رونكيتا أو شنو كباي ليوتيه أجر شتى لبردم تانا بيه لبروي برشكنا جرتوا بدال أخوت ثانيا ويكره الكلام أثناء قضاء الحاجة سواء بذكر الله أو غيره لحديث لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. طبعا قصة كردن لنا أو دسا خرافة لبرو حديثك في غمر صلى الله عليه وسلم فرميت بادو كسوانا كان دوك يا درجنا دروا يعني عورتيان بدروا يو قصة أكن لقل يكتريا خواهي قوراوي فينا خوشة الجمع بين كشف العورة والتحدث إلا أنه يدل على أن هذه الأشياء بمفردها مذمومة. يعني أجر إيسا قرتوا تماشاكي يعني الله أمك عورتيان كشف كردو بويا قصة كردناك هنا الله راسه أما هەرگی بە کۆکۆ کردوتۆ بەس ئەمە تاکتاکیشی هەر خۆی تعالی پێی خۆش نییە ینی کابرا یعنی کەشفی عورە بکات و خەڵکی دنیا هەر خۆی تعالی پێی خۆش نییە و هەروەها کابرا ئەگەر قسە بکات لەناو ئاودەسا هەم خۆی تعالی پێی خۆش نییە ینی لەناو ئاودەسا قسەکردن باش نییە و هەروەها بجوابی مۆبایلیش بڕاتە نەبی ئەو ڕۆژە من لە مزگەوتێک لە سلێمانی نوێژمە کرد لە مزگەوتەکانی بچکەکانی ناو بازاڕە کابرا ڕۆشتم بۆ نوێژ بوو ئەوێ گوێم لێ بوو لە کاتی دەستنوێژەکە گوێم بوو ئاودەسەکان نزیکن لە شوێنی دەستنوێژەکەەوە کابرام جەرەسی بۆ هات لەناو ئاودەسەکانە بڵێم لەوانەیە 5 دقە زیاتر قسەی کردی وە نەوێ دەنگیشی کەس بێ هەوارێ کردوی قیڕان هەشتی وا چۆن نەبێت ئەوە لەگەڵ ئوسوڵ و ئادابی ئیسلامە نابونجێ. ثالثا ويكره أن يبول في شق ونحوه لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. بەڵێ طبعا مەکروه هەروەها میزکردن ناو درز و کون و ئەو شتانەش لەبەرەوەی حەدیثەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم نهی کردووەکەوە میز بکرێتە ناو کون ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه أو يكون مسكنا للجن فيؤذيه چونکە تامین نیت لەوانەیە حیوانێکی لێوە دەرچی ئەو کونە ویان وەکو احتمالی شوێنی جن و مەسکەنی جن و ئەوانە بێ. بەڵێ ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس. إنسان قشتك نبات أو دسوا كناو ذكري خواتي أبي هي خواهي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم آيات القرآن معنا إلا ما جر زور بترسي يعني زور بترسيت كوا
شتەکە ببرێت یان لەناو بچێ. فائدة إثرائية. فائدەیەک سوودێکی یعنی دەوڵەمەندکەر. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة. بەڵێ حتا بۆ تەکرێ قورآن کە پێ بوو نەیبێتەنە ئاودەسەوە بە هیچ شێوەیەک يعني حتا بۆ تەکرێ نابێت بێتە ژوورەوە هەتا شارد بێت شەوە لە گیرفانشتا بێ نەبێتە ژوورەوە باشە چونکە بردنەوە ژوورەوەی قورآن بوونا ئاودەست جۆرێک لە ئیهانەتی تایە بێڕێزی ئیهانە يعني بێڕێزی. الأشرطة والأقراص التي سجل عليها قرآن ونحو ذلك لا تأخذ حكم المصحف بشرط أن تكون الآيات القرآنية غير ظاهرة على الشاشة. بەڵێ ئەو مۆبایل و شتانی کە قورآنی تایە شریتە مۆبایلە سیدیە ئەو شتانە ئاساییە حکمی قورآن وەرناگرێ ئەگەر ئاەتەکە لەسەر شاشەکە نەبێ ئەگەر ئاەتەکە لەسەر شاشەکە نەبێ. وصلى الله وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.